ممكن يحصل حاجه معاك انت شايفها شر، ممكن تمنع من سفر تزعل في وقتها، لكن عوض ربنا هتلاقي هنا اعظم من السفر بكثير. ممكن تمنع من الزواج بواحده فترى ان الدنيا اظلمت ويعوضك الله خيرا منها. ممكن يموت الاب تقول خلاص خلصت الدنيا ويعوضك الله عز وجل بزوج. قصه مشهوره قوي. المبارك والد عبد الله بن المبارك، قصه عجيبه ومنهج حياه حلو قوي. كان تقيا نقيا، سيده رآه دايما عابد لله ومطيع، فقال له يا مبارك إني أستحي أن أستخدمك، اذهب فأنت حر لوجه الله وأدي صك حريتك، انطلق. فانطلق المبارك، ملوش حد ولا بيت ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فبيدور على شغل يشتغل، فلقي جنينة رمان، جنينة كبيرة، وواحد فيها سلام عليكم. عليكم السلام، أنا بدور على شغل، عندك عمل؟ قال له عندي، تعال اشتغل في الجنينة. قال له أنا ما عنديش مكان أبيت فيه. قال له في غرفة هنا اقعد فيها وبات فيها. فبدأ يبيت في الجنينة ويرعى الجنينة، شغال ما شاء الله بما يرضي الله وبتقوى الله عز وجل. فصاحب الجنينة بعد مدة من الزمن رأى أثر ده على الجنينة، جنينة منظمة جدا، نظيفة جدا، حلوة قوي، بدأ يرى أثر ده في ثمار الجنينة. ففي يوم من فرحته بالجنينة جايب أصدقائه، الرمان موجود بقى واستوى وحلو قوي. يا مبارك، قال له لبيك يا سيدي. قال له ائتني برمان واحذر أن يكون حامضا، لازم يكون حلو، أنا معايا أصحابي. قال له حاضر. فجاء رايح جايب شوية رمان حلوين وقدمهم لصاحب الجنينة لأمر يريده الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصاحب الجنينة أنت بتتحداني، أنا بقول لك رمان حلو، جايب له رمان حامض، ألا تعلم الحلو من الحامض؟ قال له لا أعلم. قال له كيف لا تعلم؟ أنت بقالك فترة طويلة في الجنينة. قال له والله يا سيدي ما أكلت من الرمان حتى أعلم حلوه من حامضه. قال له ازاي مقيم فيها 24 ساعة وما بتاكلش منها؟ قال له ما أذنت لي، فأنت ما قلتليش كل. ربنا شايف بالظبط، أنت ما قلتليش كل، لم تأذن لي، عشان كده أنا ما مديتش إيدي. فصاحب الجنينة مش مصدقه، يعني ازاي حد بالصورة دي يعني. فسأل أصحاب الحدائق المجاورة فقالوا له والله لا أكل من حديقتك ولا من أي حديقة، وإن هذا الرجل صائم بالنهار قائم بالليل. فجاء راجع له وقال له يا مبارك، كان راجل بقى تقي، قال له أنا عندي بنت واحدة وإني ذو مال وكثر خطابها، لمن أزوجها؟ قال له زوجها لرجل يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. قال له والله لا أجد أتقى لله منك وقد زوجتك ابنتي. الله على الجمال. عف على الرمانة، جات له الجنينة كلها وصاحبتها. سبحانك يا رب.